عايز اقول له وجيه اعتقد انك هتمشي الاسبوع ده، ولو ما مشيتش اقسم بالله لو كلمني رئيس الجمهوريه لذيع. شفت بقى وصلت لايه؟ اذا كنت انا احترمت كلمه الناس وعملت بلاغ للنيابه العامه، لان اللي بيحصل في التحكيم شيء غير طبيعي. النهارده هات لي اي نادي بيلعب دلوقتي اي ماتش ما بيسرحش من سياده تحت. المستشار، بصراحه ما تزعلش مني يعني. الناس ابتدت تقول سياده المستشار كان بيقول يعني مش مسجل حاجه ولا بتاع، هو بيقول بيعمل ولا ايه؟ الكلام ده يلزمني، واللي بيقول كده ده ضغط كان على الجمهور، تأييدا. على اسمع بس الحكام يا وخلاص. خالد، امم بتكلم مرتضى منصور امم بيقول لك اسمعوا، امم اروح اعمل بلاغ للنائب العام شخصيا امم من غير ما يكون البتاع مرفق بيها. امم هنهزر؟ امم طب انا مين عندي اللي قال على معلومه الفيسبوك؟ ان مين اللي كل قال على معظم. الباكابورت دول اللي لا مؤاخذه شاخين على الباكابورت؟ طب مين دول؟ اسال سؤال بس. عندي معلومه ان مفيش رئيس لجنه عايز يعني يبقى رئيس لجنه دلوقتي، خايف من تحمل مسؤوليه لان الموضوع كبير يعني، فهيخلوا كابتن وجيه هو اللي في القصه لا يا السنه دي. فندم، لا القصه مش كده. اه القصه صراع جوه بين اعضاء الاتحاد. اه ده عايز جمال الغندور وده كارهه، وده اه عايز احمد الشناوي ده كارهه، ده اه عايز رضا الشناوي ده كارهه. خد رضا مني انا بقى. البلتاجي. القصه اعضاء الاتحاد هم المختلفين. اه كريم يعني عبد الاعضاء الحفيظ واحد، الاتحاد متفقين على رحيل وجيه، بس مش ماشي، كل متفقين واحد على مين عايز اللي يجيب يجي. واحد. ولما قالوا لي جمال الغندور وبيحب الاهلي قلت لهم راجل محترم يجي، ايه المشكله؟ اه ما انا ممكن اكون بحب الزمالك واخد بالك، لكن راجل عادل، ايه اه المشكله؟ وكلهم زي الشناوي عندي، زي رضا البلتاجي، زي جمال غندور. ما عنديش، هم عندهم مشكله، هم مش انا. اه بس ولا انت وكيل، انت حضرتك لو تم تغيير كابتن وجيه هتكون راضي؟ ده لازم يمشي. طب معلش، ما ايه اللي هيغير بقى في وضع التسجيل ووضع الشركات ووضع ده النيابه مش شغاله. ايه؟ النيابه شغاله. النيابه شغاله. اه اه طبعا نيابه شمال تاني اهو. اه نيابه شمال الجيزه. اه واي عيل صايع بيطلع على الفيسبوك ايه ادبه بالجزمه اللي في رجله. لا اه بلاش جزمه، كل جزمه دابت خلاص. اه خلاص هبقى الطش له او اديله بالخرزانه ان شاء الله على اي اه حته في جسمه كده، اه تمام. لكن اه انا مش هروح، انا راجل اسمي مرتضى منصور، عضو مجلس نواب، كنت رئيس محكمه ورئيس نيابه ورئيس لجنه قضيه، واروح كده بطولي كده اروح للنائب العام اقول له ايه ده في واحد خد رشوه وكان مليون جنيه وفاضل له مليون جنيه، ما كنتش عندي الدليل، بس كنت راجل اهبل. اه واخد بالك؟ فالعيال اللي طالعه على الفيسبوك دول يا بيه شبكات التواصل الاجتماعي اي بس يا شبكات. سياده المستشار، كلام حضرتك معلش، كلام حضرتك بيقول ايه؟ بيقول ان في حكام عايزين يخسروا الزمالك. لا استاذي، شركه فودافون اتحداها تكذبني بالاسم هو بقى. احنا القصه دي بقى لنا فيها دي مش 20 يوم. اه اتحدى فودافون تكذبني. في اكتر من كده بقى اهو. اه بتحداها تطلع بيان تكذبني. اه يعني حضرتك بتوجه رساله لفودافون تطلع بيان اه ضدك، تقول ان بالاسماء، كلامك ده كذب. بالاسماء، بحازم الهواري اللي قاعده في بيت قريبه بتاع فودافون، اقول اسمه ولا قول. كفاية كده؟ لا كفايه كده خلاص. اتحدى الشركه تكذبني. يعني حضرتك قصدك الشركه العالميه هي فودافون؟ ايوه يا فندم اسمها فودافون، اتحداها تكذبني. وحازم الهواري في القصه؟ ده بيت قاعده تمت في بيت قريبه، مش هقول اسمه، بس اسمه موجود عند سياده النائب العام هو الافندي الثاني. قريبه بيعمل في الشركه؟ ايوه يا فندم، ايوه حازم هو الوسيط. انا بهرج؟ يا نهار ابيض. اتحدى اهو. وحضرتك ليك عندك تسجيل بالكلام دوت؟ ان شاء الله بتحدى يطلع بقى بقول اسمه بقى تطلع تكذبني. خلاص عشان اطلع تاني يوم بذيع واقول بقى الاسماء. على العموم حضرتك نائب في البرلمان، رئيس نادي الزمالك، محامي كبير جدا، كلامك يعني انت مسؤول عن كل كلمه حضرتك عايز بتقولها، اسالك سؤال، وبالتالي عايز احنا اسالك بنقول سؤال. لفودافون خالد اللي عايز اسالك سمعت سؤال. لابد انها ترد على حضرتك. يا خالد عايز اسالك سؤال. اتفضل. انا لما اقول عليك مرتشي اه تعمل فيا ايه؟ يا تموتني يا تعمل فيا بلاغ. لا، ده انا هقدم في بلاغ يعني بعد ربع ساعه. حد عمل؟ اه بس ما حضرتك أيوة. يعني لغايه دلوقتي انت بتقول اسماء دلوقتي اهو. انا بقول لك اهو حد عمل. مش انا عملت مؤتمر صحفي عالمي عملته في الكنيف ولا عملته في القنوات حتى اللي مقاطعاني؟ كلام واضح. تمام. انا بقول بقى الشركه العربيه من اول يوم معروف انها فودافون عملت بيان قالت الراجل ده كذاب.
بس معنى معلش كلام حضرتك الراعي النادي الاهلي هو فودافون، فمعنى كده ان بتعمل. ايوه هو طلع لي النادي الاهلي بقول لك ايه. طيب ما هي الشركه هي الراعي بتاع النادي. اسمع بس. اتفضل. في النادي الاهلي في مجلس ادارته كان موجود في الموضوع، عشان بس اخلصك من القصه دي. ايه؟ دي شركه عايزه زي ما الاخ اسمه كابتن اسمه ايه الكابتن الزملكاوي ده في الاهلي بركات زملكاوي خلي بالك. ده بيتفرج على ماتش الزمالك لوحده في الاوضه ويتفرج عليها زملكاوي. ايوه بس ده قبل ما يروح الاهلي، بس خلاص هو راجل بقى اهلاوي بقى. يا فندم الراجل ده بيتفرج على ماتش الزمالك واحرف لاعب انا شفته في تاريخ النادي. تمام. عايز اقول ان بركات لانه قال لي بقى والشركه اللي جايبه الخير والشركه اللي وشها حلو. والله وشها حلو فعلا. حلت مجلس اداره النادي الاهلي يا بركات. ده وشها حلو قوي. ده المجلس كله اتحل يا بركات. ده بركاتك حلت على المجلس. صباح الفل يا خالد ان شاء الله. اشكرك يا سياده المستشار. اشكرك. اعتقد كلام خطير جدا 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 ولازم شركه كبيره في حجم فودافون ترد على رئيس نادي الزمالك وتقدم بلاغ فوري ضد رئيس نادي الزمالك للنائب العام، لانه اتهمها على الهواء مباشره، واتهم حازم الهواري، وعلى حازم الهواري ايضا انه يتوجه ببلاغ للنائب العام. انا شخصيا اقسم بالله لو حد اتهمني بالكلام دوت وانا شركه كبيره او انا شخص ليه كل الاحترام والتقدير عند اصدقائي وعند عيلتي وعند اسرتي وعند اولادي، ربع ساعه بكره اتوجه للنائب العام وارفع قضيه فورا وبلاغ فورا ومحضر فورا في رئيس نادي الزمالك عشان تعود ليا كرامتي وتعود ليا ان انا راجل مش على راسي بطحه، ما بخافش من اي حد. دي وجهة نظري.